حبايبي أبطال الصف الخامس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم. النهاردة هناخد الدرس الرابع في الوحدة الثالثة اللي بيتكلم على البورصة المصرية. في الدرس ده يا ولاد هنتعرف على ما المقصود بالبورصة وإيه الفرق ما بين الأسهم والسندات، وكمان هنعرف أهمية البورصة للاقتصاد المصري. درس سهل وبسيط محتاج مننا شوية تركيز علشان نقدر نستفاد مع بعض يا أبطال. يلا نسمي الله ونبدأ مع بعض. بسم الله. أول حاجة هنتعرف عليها في الدرس ده يا أولاد هي ما هي البورصة، أو ما المقصود بالبورصة. المقصود بالبورصة يا أولاد هي عبارة عن سوق منظمة لبيع وشراء الأسهم والسندات. إيه يا مستر؟ البورصة هي سوق منظمة لبيع وشراء الأسهم والسندات. طيب يعني إيه يا مستر الأسهم والسندات دي؟ الأسهم يا ولاد دي عبارة عن أوراق مالية تجعل صاحبها شريكا في المشروع. أوكي؟ طيب، وأصحاب الأسهم يكون لهم الحق في أرباح المشروع حسب عدد الأسهم. ماشي؟ طيب الأرباح دي بتختلف من عام إلى آخر، ممكن يكون في خسائر للمشروع. في هذه الحالة يتحمل أصحاب الأسهم حجم الخسائر. تاني كده يا مستر، المقصود بالبورصة يا ولاد هو سوق منظمة لبيع وشراء الأسهم والسندات. أوكي؟ تمام. الأسهم عبارة عن أوراق مالية بتجعل صاحبها شريك في المشروع. تمام. أصحاب الأسهم بيكون لهم الحق في أرباح المشروع حسب عدد الأسهم. الأرباح دي بتبقى ثابتة؟ لأ يا ولاد، الأرباح دي بتختلف من عام إلى آخر، ممكن يحصل خسائر للمشروع. في الحالة دي اللي بيشتري الأسهم برضو بيتحمل حجم الخسائر. أوكي؟ طيب. تمام يا مستر. طيب إيه السندات دي كمان بقى؟ برضو عبارة عن أوراق مالية بتثبت إن مالكها قدم قرض لصاحب المشروع لمدة محددة. تمام؟ تمتد من سنة إلى 10 سنوات. أوكي؟ يبقى السندات هي عبارة عن أوراق مالية تثبت إن مالكها قدم قرض لصاحب المشروع لمدة محددة تمتد من سنة إلى 10 سنوات أو أكثر. طيب، صاحب المشروع يكون مديون لأصحاب السندات ويدفع لهم فائدة ثابتة أو عائد مادي محدد مسبقا، سواء حقق المشروع مكسب أو ما حققش. طيب، وبعدين بيتم استرداد قيمة السندات إلى أصحابها بعد المدة المتفق عليها. يعني كأن حد يا ولاد سلف حد فلوس، وطبعا اللي استلف دوت اتفق مع اللي بيسلفه إن هو هيسلفه بس بشرط يكون في عائد مادي، يعني يدفع له فايدة ثابتة محددة مسبقا. وطبعا ملوش دعوة الفلوس دي أخدها عمل بيها مشروع، نجح ما نجحش، هو خلاص اتفق إن هو اداله مبلغ، والمبلغ دوت عايز منه عائد أو فائدة ثابتة. وطبعا ملهوش دعوة بخسارة أو مكسب صاحب المشروع. أوكي؟ طيب، ثم بعد ذلك لازم يرد قيمة السندات إلى أصحابها بعد المدة المتفق عليها. يعني حدد سنة، 10 سنوات، 15 سنة، المهم المدة دي تخلص واللي يحصل يكون صاحب المشروع أدى الفلوس بتاعته إلى مين؟ إلى صاحب السندات. طيب مستر، نعم، إيه لازمة البورصة للاقتصاد المصري؟ هل مهمة يعني؟ مهمة جدا. طيب مهمة إزاي؟ طبعا بتوفر البورصة يا ولاد التمويل اللازم لأصحاب المشروعات. تاني كده،
البورصة بتوفر التمويل اللازم لأصحاب المشروعات. يعني البورصة دي يا ولاد عبارة عن شركات. أيوة. مالها الشركات دي يا مستر؟ طبعا الشركات دي يا ولاد بتطرح أسهم في السوق. يعني بتدي أسهم اللي هي أوراق مالية للمواطنين اللي عايز يدخر فلوسه في هذه الأوراق المالية، سواء بشكل الأسهم أو بشكل السندات. بيتفضل وبيشوف الشركة اللي يقدر يحط فيها الأسهم بتاعته، أو يشارك بأسهم فيها، أو عن طريق السندات. طيب، وبالتالي البورصة بتوفر تمويل. ما دام أنا عايز أدخر فأنا باخد فلوس من المواطنين عن طريق الأوراق المالية، وده بيبقى عبارة عن تمويل لمين؟ لأصحاب المشروعات. وده بيؤدي إلى إيه؟ تشغيل العمالة، زيادة الإنتاج، زيادة الاستثمار، وازدهار الاقتصاد المصري. يبقى لو جاي لي سؤال قال لي أهمية البورصة للاقتصاد المصري، هقول له بتوفر البورصة إيه؟ التمويل اللازم لإيه؟ لأصحاب المشروعات، مما يؤدي إلى تشغيل العمالة، يعني توفير فرص عمل. وإيه كمان يا مستر؟ توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج وزيادة الاستثمارات وازدهار الاقتصاد. طيب، لو جالي سؤال قال لي ما النتائج المترتبة على توفير بورصة التمويل اللازم لأصحاب المشروعات، هقول له نفس الوضع، هقول له الأهمية: زيادة الإنتاج، زيادة الاستثمار، تشغيل العمالة، وازدهار الاقتصاد المصري. طيب، عندي هنا بيقول لي تاريخ البورصة، يعني بدأت من إمتى؟ البورصة دي يا أولاد تم إنشاء أول بورصة في محافظة اسكندرية إمتى؟ عام 1883. ثم بعدها تم إنشاء بورصة أخرى في محافظة القاهرة عام 1903، ثم أصبحت بورصة القاهرة الإسكندرية تحت اسم البورصة المصرية. طبعا بيقول لي هنا بيتم التداول هذه الأوراق المالية عن طريق سماسرة البورصة. مين سماسرة البورصة؟ هم أشخاص بيقدموا المشورة ويساعدوك على شراء أو بيع الأسهم في البورصة. وكمان بتتيح البورصة المصرية للمواطنين الاستثمار في أي مجال. طيب، عندي هنا بيقول لي يا مستر الأسئلة. السؤال الأول رقم 1 و2: تسمح البورصة المصرية للمواطنين بنقط؟ هقول له بالاستثمار طبعا. يجب على المستثمر تحمل خسائر المشروع إذا اشترى الأسهم. طيب، السؤال التاني بيقول لي اكتب كلمة صواب أو خطأ أمام العبارات الآتية. رقم 1: السندات أقل مخاطرة من الأسهم؟ هقول له طبعا. ليه يا مستر السندات أقل مخاطرة للأسهم؟ هقول له طبعا أصحاب الأسهم بيكون لهم الحق في أرباح المشروع حسب عدد الأسهم، وكمان بيتحملوا الخسارة. وطبعا الأسهم بتكون المكسب بتاعتها غير ثابت، أو الخسارة برضو لازم يتحملها. أوكي. طيب، عندي هنا بيقول لي يا مستر السندات، هقول له طبعا السندات طبعا ملوش دعوة، هو بيسلف بالمدة المتفق عليها. ف اللي أخد أو صاحب السندات اللي هي عبارة عن أوراق مالية بتثبت إن مالكها إدى قرض لصاحب المشروع لمدة محددة، ملوش دعوة بقى خسر كسب، فبالتالي هي بتكون أقل ضررا، أو أقل إيه، أقل مخاطرة. أوكي. طيب، عندي هنا السندات أقل مخاطرة من الأسهم، أقول له الإجابة صح. تجعل الأسهم صاحبها المالك الوحيد للمشروع؟ طبعا غلط. ليه؟ لأنه طبعا مش هيكون هو المالك الوحيد للمشروع، لأن هي طبعا بيبقى عبارة عن أسهم بيشتروها عدد كبير من الناس، فبالتالي ده بيكون شراكة مع أكتر من شخص. طيب، السؤال اللي بعده: ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة. المكان المسؤول عن شراء الأسهم والسندات، هقول له هو البورصة المصرية. الأوراق المالية طبعا التي يكون صاحبها شريكا في المشروع هي، هقول له إيه؟ هقول له طبعا الأسهم. طيب، عندي هنا أهمية البورصة المصرية، بما تفسر أهمية البورصة المصرية للاقتصاد المصري. هقول له طبعا
تعمل أو بتوفر البورصة المصرية التمويل اللازم لأصحاب المشروعات، مما يؤدي إلى تشغيل العمالة، زيادة الإنتاج، زيادة الاستثمارات، وازدهار الاقتصاد المصري. طيب بيقول لي: ما النتائج المترتبة على توفير البورصة المصرية التمويل اللازم لأصحاب المشروعات؟ هقول له طبعا بيعمل على تشغيل العمالة، وزيادة الإنتاج، وزيادة الاستثمارات، وازدهار الاقتصاد المصري. يعني السؤال لو جاي لي بالشكل ده والشكل ده، الإجابة بتاعته واحدة. وبكده نكون وصلنا مع بعض لنهاية الدرس بتاعنا ونهاية الفيديو. أتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي قدمتها. طبعا ما تنسوش دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة علشان يوصل لك كل جديد. أتمنى تشاركوني أفكاركم واستفساراتكم في التعليقات. بشكركم على المشاهدة، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. كان معاكم مستر إسلام الهواري.